بصوا احنا بالليل الساعة 7 وده شكل المطبخ. فاحنا يعني انا قلت ايه، مش هتشجع لوحدي، يلا نتشجع كلنا مع بعض ونرتب المطبخ ده كله ونعمل لهم عشاء كمان ونعمل حاجة حلوة يلا بينا على الفيديو. يا صباح الخيرات والهنا والسعادة عليكم، يا رب تكونوا بخير. لو أول مرة تشوفوني أنا رؤية مصرية عايشة في تركيا. النهاردة بقى فيديو ايه، حماسي كده، وفيديو كله نشاط وتحفيز وكل حاجة. إيه زي ما انتوا كنتوا شايفين المطبخ كده كان اخر اليوم، فطبعا اخر اليوم ده بيبقى صعب جدا. فاول حاجة طبعا زي ما انتوا عارفين فضيت الغسالة، وبعدين دلوقتي هبدأ احط كل الحاجات اللي على الرخامة في الغسالة، وبعدين هنا ابدأ انضف الحوض عشان كان في حاجات كنت بعمل حاجات بالدقيق وكده فكان لزق مني شوية بس. فبدأت بقى اجيب كده السلكة كده وانضف الحوض وهنضف الرخامة كلها. إيه بس ايه يعني نمسك حتة حتة كده علشان ايه ما نحسش ان الدنيا مرة واحدة كده إيه ساحت كده حوالينا. إيه بس وانضفه كده كويس واشيل بقى الصابون من عليه. بس طمنوني بقى انتوا عليكم، قولوا لي عاملين ايه، يا رب تكونوا بخير، وقولوا لي ايه اخباركم وعاملين ايه في الجو البرد الفظيع ده. يعني عندكم كسل مثلا ولا لا قادرين كده، عندكم نشاط كده وبتقوموا تتحركوا وتعملوا الحاجات؟ احنا درجة الحرارة عندنا هنا صعبة جدا، الجو برد جدا جدا، بس يعني الواحد بيحاول. بس وبدأت كمان اشيل الحاجات اللي على الرخامة، الخشبيات دي والحاجات اللي كده دي وانتوا عارفين اكتر حاجة انا بحب استخدمها مستر ماسل، يعني حلو جدا في التعقيم والتنظيف. بس وطلعت سبونشة نظيفة بقى عشان ايه اغسل بيها الحاجات اللي هي المواعين اللي مش هتدخل جوه غسالة الاطباق. إيه والحامل ده من ايكيا بنات للحاجات السخنة، رهيب حلو جدا اللهم بارك واستلس، وشكله شيك كمان، يعني هو حلو وجميل وكل حاجة وشكله شيك. بس يعني البنات اللي بتجهز مثلا وحابه تستخدم يعني حاجات جديده كده وترندي. بس وبدات دي الحاجات اللي مش تدخل غساله الاطباق. ده طبعا المج الجديد القمر اللي لسه ما شافش الفيديو بتاع المجات اللي انا جبتها دي، الفيديو هبقى اسيبه لكم. بس ودي بتاعه اللي هي اللي انا بحط فيها الاسبونجه كل يومين مثلا كده بمسك اللي هو الفرشه دي وانضفها كويس جدا جدا. علشان طبعا انا بصفي فيها السفنجة كل يوم، وطبعا الحوض ده شيء مفروغ منه ان احنا ننضفه كل يوم. ودي البتاع اللي انا بحطها على صفاية الحوض علشان ايه تشيل اي حاجة ما تنزلش في الحوض يعني. بس وبعدين نبدأ ننضف كده ونحس بقى بايه بالنظافة كده. بس كده وخلاص بقى كده نضفنا وعملنا الحاجات. وطبعا ندخل على ايه، على البوتاجاز، يعني احنا اخر اليوم فاكيد نعمل ايه البوتاجاز. لا وشوفوا بقى يعني إيه شوفوا ايه اللي هيحصل في البوتاجاز بعد شويه، يعني ملحقتش اتهنى بيه وهو نضيف والله يا بنات. بس يلا مش مشكله، هنعمل ايه طيب. قولوا لي بقى بتعملوا اكلات ايه مثلا إيه تدفيكم في الجو الساقع ده، يعني بعيدا عن العدس مثلا والمحشي. انا كمان هعمل لكم النهارده حاجه حلوه، حلوه قوي قوي. هنعمل مع بعض ام علي بطريقه سهله جدا وحلوه جدا. وطبعا ما حدش يقول لي دايت ولا مش دايت في الجو الشتاء ده، علشان معلش يعني احنا ندخل مع بعض في الشتاء، وان شاء الله في الصيف ان شاء الله نبقى نخس عادي ان شاء الله يعني. بس طبعا بعد ما نضفته زي ما انتوا شفتوا بجيف، اسمه جيف عشان هنا حرف السي ما بيتنطقش السي في تركيا جي، الحرف اللي هو شبه السي عندنا في الانجليش ده هو جي هنا، عشان كده اسمه جيف. عشان في ناس بتقعد تقول اسمه سيف ولا جيف، لا اسمه جيف بالتركي. هو اصلا تركي حلو جدا جدا للدهون. بس نضفته وبعدين طبعا لمعت البوتاجاز بالفوطه كده اللي هو لازم بنشفه، بعدين ببدا ارجع بقى كل حاجه مكانها. بس وبعدين بنبدا هنا كمان نرجع كل حاجه مكانها. نفسي والله قولوا لي كده يا بنات بتعملوا ايه عشان تحافظوا على الحاجه. مره معاكي الطريقه قبل كده بس المره دي من غير شعريه، بطريقه حلوه جدا وسهله جدا. لو ما لسه ما شفتوهوش روحوا شوفوا الفيديو وجربوه. في وسط ما احنا طبعا بنرتب وشغالين عملت العدس شوربه كده بالليل حلوه وجميله وخفيفه وما بتاخدش اي وقت خالص.
بس. وهنا دي الصينيه اللي انتوا عارفينها، اللي انا بحط فيها كل الحاجات اللي بتسهل عليا يعني وانا واقفه في المطبخ. فكمان كان واقع فيها حبه توابل كده، فقلت هنضفها وارجع كل حاجه مكانها برضو. وبتاع الزيت والخل دول برضو قلت ان انا هغسلهم، عشان خلاص كن هم محتاجين يتغسلوا. على تريكس حلوه قوي مثلا للناس اللي عندها غساله اطباق، لو المواعين عندكم بتطلع مش انضف حاجه، ماشي، انا كده كده دلوقتي هحط دي تتغسل، دي ودي اللي هم بتوع زيت والخل هغسلهم وكده. بصوا حبه خل كده ابيض عادي خالص، بحطهم كده 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 كده، وبطلع ده كمان بحطهم كده 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 خلاص بس. وهحطها ايه كده تتغسل ايه معايا بس. جربوا موضوع الخل ده وادعولي. بصوا بمسك كمان الوايبس بنضف بيه اي حاجه، الوايبس حلو وسهل وسريع. بصوا بيرجع الحاجه ايه حلوه جدا. وهنا كل الحاجات اللي على الترابيزه شلتها برضو، وقلت كمان هنضفها بالوايبس. الوايبس ده اسهل حاجه انا ممكن استخدمها، حلوه جدا جدا يا بنات. دايما خلوا عندكم في البيت واستخدموه للتنظيف وكل حاجه، يعني افضل من الفوط وكده اللي هو احنا خلاص بنستخدمه وبنتخلص منه على طول بنرميه. بصوا زي ما قلت لكم ان انا هعمل معاكم حاجه حلوه. فالحاجه الحلوه انا هعمل ام علي بعجينه الملفيه دي، الجافه اللي انا بجيبها من البين، عملتها معاكم قبل كده. بصوا انا كنت عامله كام واحده كده ماشي، كنا عاملينهم اللي هم ثانيه، كنا عاملينهم اللي هو بيتحشوا بيتعملوا اي شكل كده يعني، بسيبهم كده اوقات بحشيهم مثلا للبنات ولا اي حاجه. هي دي العجينه الجافه ماشي بس. فهعمل منها بقى ام علي حاجه حلوه كده تدفي في جو الشتاء التلج اللي احنا فيه. بصوا بسم الله عارفين عشان مسكتها فحاسه ان ايديا متلجه. استنى اشوف سكينه. بصوا هقطعها، مش لازم احطها اصلا هي تتكسر عشان هي عامله قوي يعني، فاهمين؟ بصوا هحطها جوه ايه الفرن. هشيل دول احطهم في طبق واحط الباقيين جوه الفرن بس. وبعدين ايه وهنا كمان كنت جايبه فراوله، قلت بدل ما اسيبها في التلاجة يعني وكده بلاقيها بعد كده باظت على طول. الفراوله انتوا عارفين ملهاش عمر، قلت هحطها في ميه وكده وانقعها شويه وبعدين هغسلها وهشيل منها شويه في الفريزر، وشويه هسيبهم للاكل يعني الفريزر دي عشان لو محتاجين عصير في اي وقت بطلعهم واعملهم عصير. ما شاء الله يعني هم بالظبط ما كملوش 10 دقايق. بصوا بقى عشان تاكلوا احلى ام علي واحلى كمان من بتاعه بره، زي ما انا قلت لكم كده الملفيه، وبعدين ما بيطلع خلاص بكسره كده واحطه تحطوه بقى في اي حاجه، في طاجن واحد على بعضه، في طواجن كده صغيره. بس الصراحه الفخار بيطلع الحاجه في حته تانية خالص. انا جبتهم كده وقطعتهم. واهم حاجه ان الحليب تحطوا حليب، وبعدين هنسخن الحليب كويس جدا جدا جدا، نحط عليه سكر وسكر حسب الرغبة، او ممكن ما تحطوش يعني بس. وهتحطوا كمان عليه فانيليا بس، وتسخنوه كويس جدا، وتحطوا عليه على الملفيه ده وتسيبوه شويه، وبعدين تحطوا تاني يعني بعد ما تسيبوه شويه مثلا حوالي 5 دقايق كده، هتلاقوا ان الملفيه كله شرب الحليب، فبعدين هتروحوا مزودين حليب تاني، فخلاص هو ده اللي هيفضل زياده عشان يبقى فيها لبن زياده.
نحط فانيليا. طب انا نفسي انام يعني والبوتاجاز نضيف عادي. الحمد لله. طبعا بعد الحادثه اللي حصلت دي ملناش دعوه بيها دلوقتي، احنا هنركز في ام علي الخطيره اللي احنا هناكلها دلوقتي عشان نتدفى دي. هنحط زي ما انتم شايفين كده الحليب، شايفين سخن جدا، وهنحطه زي ما قلت لكم هنسيبه شويه يعني حوالي دقيقه ولا دقيقتين، وهنزود حليب تاني لان هي دلوقتي انتوا هتلاقوا الملفيه هيشفط كل اللبن ده، فلو جينا حطيناها في الفرن هتطلع ناشفه جدا، وده بعد تجارب كتير على فكره من ام علي. يعني انا جربت كتير قوي الصراحه الطريقه دي، ان انا مره تطلع ناشفه قوي ما فيهاش كده، فاهمين قصدي؟ بس وبعدين زي ما قلت لكم بنحط الحليب على مرتين، وبعدين بنحط بقى عليها قشطه، وبعدين نبدا بقى نحطها في الفرن. هي مش بتاخد برده في الفرن وقت خالص خالص، لان هي كل حاجه مستويه، احنا بس عايزين وشها بس من فوق يحمر. بصوا شايفين شكلها قمر، بتدفي كده، عارفين من الاكلات اللي بتدفي في الشتاء. شايفين البقبقه الفراوله ونضفتها كده، ودول هحطهم في الفريزر، ودول هسيبهم كده للي محتاج ياكلهم. انتوا عارفين الفراوله اصلا ملهاش عمر وللاسف بتعمل بسرعه، بس طبعا العصير الفريش احلى بكتير. عشان كده بجيب مثلا احط حبه في الفريزر وشويه اسيبهم للاكل. احطهم بقى في الفريزر. ما شاء الله. كان نفسي يحمروا اكتر من كده، بس مش عارفه يعني بداوا يدلدقوا كده في الفرن، فخلاص بقى. بس ممكن تحطوا بقى عليهم عسل، مكسرات، اي حاجه. شفتوا طريقتها سهله جدا جدا جدا. شايفين الحليب اللهم بارك زياده ازاي؟ بس كده ويكون الفيديو بتاعنا خلص. اشوفكم الفيديو جاي على خير، ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك وتسيبوا لي كومنت حلوه كده زيكم، ومع السلامه.